السلام عليكم. الموضوع بتاع النهارده موضوع الستات النكدية. بكل أسف الناس بتصنف الستات يا نكدية يا مش نكدية، وده تصنيف غلط تماما. الستات يا جماعة أعقد من كده بكتير جدا جدا. يعني الموضوع مش ببساطة كده نكدية ولا مش نكدية، يا نهار اسود ما كانش حد غلب. لا طبعا، الموضوع أصعب من كده بكتير. الستات 3 أنواع. النوع اللي ما بيقدرش يخفي مشاعره الغاضبة، وده اسهل نوع. هو تلاقيها ضرباك بوز، تسالها في ايه، تقول لك عشان انت ما قلتليش بحبك. خلاص الموضوع انتهى. الست هنا اديتك البرشام بحبك، فردت بوزها، خلاص ابتسامه. ده نوع اليف مسالم مباشر. كل حاجه ممكن تجيب جون في اي وقت. خلاص. النوع بقى الدرجه الثانيه، ده نوع اصعب بقى بكتير. ده النوع اللي هو بيشيل من جواه الحاجه اللي مضايقاه فترة زمنية تتراوح ما بين سنة ل5 سنين. والله ممكن سنة ل5 سنين. يعني مثلا تيجي انتوا خارجين في مكان، ايه زعلانة ليه؟ لا مفيش. بعد ضغط طويل جدا تقول لك اصل انا افتكرت حاجة انت ضايقتني فيها اول ما اتجوزنا. يا حبيبتي احنا اتجوزنا من 6 سنين. ايوه انا افتكرتها دلوقتي. خلاص، لا طالما انت مش مهتم كده انا مش هقول لك بقى هي ايه. لا خلاص. تقعد انت بقى، انت موديها في مكان يفرحها، مثلا عازمها على غدا او بتاع، ومع ذلك هي ضربه بوز، وانت بتحاول تعرف ايه البوز اللي هو بسبب حاجه حصلت قبل الثوره، وهي برضو مش راضيه تقول لك. تحول اليوم بالنسبه لك انك انت قاعد بتتحايل عشان هي تقول لك في ايه. خلاص. ده نوع التعامل معاه حله الوحيد في نظري انا، لو انت بني ادم قوي في الاراده، التجنب بقى. يعني لقيتها هي زعلانه كده، فوت الموضوع، سيبها مع نفسها كده، ما تتكلمش ربع ساعه، ودي بتنسى. ليه؟ لان هي مخها زي الهارد ديسك كده بتاع الكمبيوتر، بيجيب داتا قديمه وبعد كده بيرجع بعد ما بيفوتها بيحرك بقى الابره بتاعته، بيجيب بقى ايه داتا هي يعني بتتنقل بمخها في اعمار زمنيه مختلفه زي كتاب التاريخ كده. فسيبها هي هتروح ايه، هتطلع لقدام كده، تطلع شريط الفيديو قدام شويه، تجيب حاجه احدث هتفتكرها وتظبط بقى معاك. بس لازم فضولك ما ياكلش دماغك وتسيبها ال10 دقايق اللي بعدها او ربع ساعه اللي بعدها. ده موضوع ليه حل لحظي. ده يعني لو بتقول لي بقى طب دي نقدر نعالجها ازاي؟ خلاص لا، دي ما تتعالجش. لا دي هي كده حلها، وانا بقول لك عليه. يعني الستات في الحاجات دي مالهاش علاج. الحاجات دي ليها ازاي تتجنب. هنا الوقايه خير من العلاج، لان ما فيش اصلا علاج. النوع الثالث بقى، وده النووي. خلاص. ده النوع اللي بيشيل جواه الحاجه اللي مضايقاه، سواء ليها سبب او ملهاش سبب، حتى الممات. خلاص ما يقولكش. يعني ودي بتتعمل كده مع كل اللي تعرفهم. يعني ممكن يبقى سبوع ابنها وباباها ومامتها جايين، هي تروح ضربه بوز من باباها ومامتها. ليه ضربه بوز؟ عشان هم ما عملولهاش هي اسبوع لما اتولدت، اللي هي كان عندها ساعتها 7 ايام ومش حاضره، بس عرفت بعدين عملولهاش اسبوع، فشايله لهم لحد دلوقتي ومش هتقول لهم في ايه. هتديهم بس البوز طول اليوم، والراجل جاي يفرح لها وهي لا، اديله البوز خلاص، ومش هتقول لك ولا تقول لهم هي زعلانه منهم هم بالذات ليه. دي بقى ما تروح تشتكي لصاحبتها، صاحبتها تقول لها انت متضايقه ليه بتاع، تقول لها مش هتفهميني. دي مش وعلى فكره صاحبتها دي ده من كرم ربنا عليها ان هي قالت لها، ما قالتلهاش، لان الموضوع هو ما يتشرحش. هتقول لصاحبتها، هتقول لها ايه؟ دي ممكن تبقى تتفرج مثلا على فيلم على حرب اكتوبر، وتلاقيها ضربه لك انت بوز. ليه؟ من جواها عشان متضايقه منك انك انت ما حاربتش معاهم سنه 73، مع انك انت تكون مثلا مواليد 80 زي. بس لا، ده مش عذر، ومش هتقول لك، وهتزعل منك في ده برضه لحد ما تموت. دي والاخير ده بالذات هو ده بقى اللي انا بصنفه فعلا كنوع بقى نكدي بقى، لان ده مش نكدي، ده بس ما يصحش، لان ممكن في اولاد صغيرين عادي. ده النوع اللي لازم ده حله رصاصه ملوش اي حل تاني. صدقني رصاصه وهتبقى كسبت. معلش انت هتاخد اعدام، بس في 7 مليار في الكوكب ده هتديهم انت راحه كبيره قوي. السلام عليكم.